بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله النهارده هعمل لكم شاورما. انا لسه جايه من العمره، عقبالكم يا رب وعقبال كل مشتاق يرزقه الزياره ان شاء الله. فلسه اول فيديو هعمله اهو. الولاد طلبوا مني الشاورما فقلت لازم اصورها لكم واسلم عليكم بعد الغياب اللي انا كنت غايباه. فمعايا نص كيلو بانيه اهو، معايا كوبايه زبادي حطها هنا، معايا معلقتين خل، معايا البهارات فلفل اسمر، بهارات معلقه سكر، ملح، توم باودر، ذره قرفه، ذره حبهان، وذره جوز الطيب. كله هنحطه هنا كده وهنقلب كل الحاجات دي. هنحط اهو البانيه، نص كيلو بانيه انا مقطعاه. طبعا تحطي الكميه اللي انت عاوزاها والكميه اللي انت تحبيها تعمليها، ممكن تعملي ربع، ممكن تعملي كيلو، دي حاجه براحتك ترجع لك انت، بس انا عامله نص كيلو. هنسيبه كده، ممكن تعمليها من بالليل وتسيبيها في التلاجة، ممكن تسيبيها ساعتين لو انت مش مستعجله عليها، بس تحطي الحاجات دي وتسيبيها كده. وادي الخضار زي ما انتوا شايفين. هنقطع الحاجات دي كلها، بصل وفلفل وجزر، وهحط كمان حاجة جديدة كوسة. هنقطع كل الحاجات دي وهرجع اوريكم هنعمل ايه تاني. ادي يا حبايبي الخضار بعد ما قطعناه زي ما انتوا شايفين جماله. بشرنا الجزر والكوسة، وادي البصل وادي الفلفل، وادي الشاورما نقعناها. معانا ايه؟ معانا طاسة فيها، ادي الطاسة فيها الزيت هنسخنه، وهنجيب صدور الفراخ اللي احنا مقطعينها وهنحطها، بس هنستنى لما الزيت يسخن. ادي الزيت يا حبايبي سخن، هنحط اهي، ننزل صدور الفراخ نقلبها، نفردها بس كده في الطاسه، هنسيبها، مش هنقلبها خالص، هنسيبها كده لحد ما تنشف، بعد كده نقلبها. ادي يا حبايبي بعد ما ادي يا حبايبي الصدور الفراخ بعد ما قطعناها الشاورما وشربت التتبيله. هنحط اول حاجه البصل اهو هيدبل، بعد كده هنحط الفلفل، بس هنقلب الاول البصل، بعد كده هيدبل، وبعد كده هنحط بقيه المكونات اللي معانا. ادي يا حبايبي البصل بعد ما دبل هنحط باقي الخضار. ادي الجزر اول حاجه هنقلبه، بعد كده هنحط الكوسه، هنحط الفلفل، وهنقلب كل حاجه مع بعضها كده لحد ما تتشرب مع بعض. بعد كده هنعمل تكه للشاورما تديها طعم جميل. عباره عن هنجيب ايه، معلقتين طحينه، معلقتين طحينه ومعلقتين ونص كوبايه خل او ربع كوبايه خل حسب المقدار اللي معاكي برضو. بعد ما نقلب كل الخضار مع الشاورما نديله دقيقتين كده على النار. يعني بصوا يا حبايبي التكه دي بقى ده طحينه وخل، هنحطها كده هتدي طعم جميل للشاورما، وهنقلبها هي دقيقه ونروح ضافين على طول. تشرب كلها بألف هنا وشفا. احلى شاورما تاكلوها بالخضار اللي انا عاملاها. شوف لونها لوحده، والالوان الخضار وشكلها كده يتاكل من غير اي حاجه كده. التكه دي بتديها طعم جميل، ريحتها والله العظيم في منتهى الجمال.
بألف هنا وشفا. عايزاكم تجربوها وما تنسونيش في اللايك والشير وتقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. بألف هنا وشفا.